هو أنا مكتئب ولا أنا حزين؟ أنت تعرف إن في فرق كبير بين الحزن والاكتئاب؟ الحزن هو شعور، رد فعل لحدث وحش حصلك في حياتك، زي فشل في دراسة أو في مقابلة عمل أو انفصال عاطفي مثلا. ومع الوقت الشعور ده بيبدأ يروح، وبتبدأ تاني ترجع إن أنت تعيش مبسوط مع حدوث طبعا مواقف سعيدة في حياتك. على عكس الاكتئاب، هو مرض نفسي، يعني ليه أعراض وليه علاج. من أهم أعراضه انخفاض شديد في الطاقة، انعدام شغف، انت مش عاوز تعمل حاجة، حاسس دايما بهمدان، مش عاوز اكمل ومش عاوز ابدأ حاجة، دايما في افكار سوداوية وتفكير سلبي، شايف كل حاجة حواليك وحشة وشايف كل النهايات سيئة. ومن اهم الاعراض اضطراب شديد في النوم، ان انت عندك دايما اضطراب شديد في النوم، بتنام كتير جدا او مش عارف تنام اصلا، وده عكس طبيعتك. وده كان على السريع كده الفرق بين الحزن والاكتئاب. فانت لو مش قادر تحدد هل انت الفترة اللي بتمر بيها في حياتك هي فترة حزن ام فترة اكتئاب، تقدر تتواصل معايا وتقول لي الاعراض وانا اقول لك. هنا في مساحة نفسية بنقدم دعم نفسي وبنساعدك تحل كل مشاكلك النفسية.